السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. قصة اليوم قصة واش من قصة، وبغيتكم تسمعوا هاد التفاصيل الغريبة العجيبة عن واحد الأسرة أردنية كتعيش في إربيد، وبالضبط في واحد القرية سميتها زحر. هاد الأسرة مكونة من الأم معلمة والأب موظف حكومي، عندهم بنت وثلاثة الأولاد. البنت هي الكبيرة، عندها 17 عام، سميتها كندا. وكاين آدم صغر منها عنده 14 عام، وكاين الولد اللي تابعو، وكاين الولد الصغير كاع سميتو محمد. مهم هاد كندا هادي كانت عزيزة على الوالدين ديالها بزاف، هي المدللة ديال العائلة. كان الأب ديالها حاط عليها واحد الأمل كبيرة، كيتمناها تكون شي طبيبة ولا مهندسة، ولا المهم كيتمنى يشوفها في شي مراتب عليا. وبكثرة الحب ديالو ليها كانت تشدد معاه، مثلا ما تلبس ملابس محترمة، ما غاداش تلبس الملابس ديال ممنوعين عليها الصحابات، ما تبقاش كل مرة خارجة داخلة مع الصحابات، ممنوعين عليها تبات مع بنات العائلة، ممنوع. وملي كتشوف خوتها خارجين وكيلعبوا في الزنقة وداكشي كتقول ليه علاش غير هما تتخليهم يخرجوا انا؟ تيقول لها شوفي يا بنتي هادوك راه ولاد، وانتي راه بنت، نخاف عليك وردي بالك، الدنيا راه خيابات، وكيبقى يوصي فيها بحال هكا. ولكن هي عاد ما زادت دخلت في واحد الحاله ديال الحزن وديال الاكتئاب، وكيبقى رد بالو معاها على التليفون مع من كتهضري. والمهم وبحال هادشي، واحد النهار كانت عندهم حفله ديال عيد الميلاد ديال خوهم الصغير محمد، وجدوا الكيك ووجدوا العصير ووجدوا الحلويات ومحتفلين في الصاله مع بعضياتهم، وكل شيء كيضحك وفرحان الا هي. سالت الحفله ودوزوا عيد الميلاد، وكل واحد مشى للبيت ديالو ينعس. ومشات كندا للبيت ديالها وهي تبعها امها. قالت لها مالك يا بنتي؟ بنتي ليا مغيره ومقلقه. شنو اللي مقلقك؟ قالت لها ما مقلقني والو. قالت لها لا ما يمكنش شي حاجه مقلقه، قولي لي واش انت هي البنت الوحيده اللي عندنا وانتي زعما كنفرحوا بيك، وشنو اللي مقلقك؟ قالت لها ما مقلقني والو. صافي مشات الام ديالها وخلاتها، مشات عند راجلها باقي جالس في الصاله باقي كيشرب من داك العصير. كاين بكثرة التراكمات اللي كانت كل مره كتحس بالفرق ما بينها وما بين خوتها، جاتها واحد الغيره خايبه. بقات كتلاحظ على ان الاب ديالها عفوي كيضحك مع ولادو عادي، ولكن هي ما بانش ليها عادي، بان لها كاين الفرق بانه كيتعامل معاهم هما احسن منها هي. صافي وبحال التبلوكات، صافي بقات في البيت ديالها كتفكر. والاب كان باقي جالس في الصاله والزوجه ديالو كيهضروا مجمعين. ايوا تجيهم واحد الصدمه، واحد الصاعقه. دقائق قليله وخرجت عندهم كندا وهازه واحد السلاح من نوع بومباكشن. هاد السلاح هذا رخيص والطلقات ديالو متوفره موجوده، وهو موجود بزاف في الاردن وفي العراق. علاش متوفر بزاف في الاردن وفي العراق؟ لانه كان كيتهرب من تركيا لسوريا، ملي كان في ظل الاوضاع ديال سوريا وهذا الروينه اللي كانت نايضه فيها ومازال دابا. الله يصلحهم ويصلح حالهم ويصلح الدول العربيه يا ربي. ومن سوريا ولا كيتهرب بزاف للعراق والاردن، والثمن ديالو رخيص بزاف، كيكون موجود. بزاف من الحالات ديال الجرائم اللي كيوقعوا في الاردن وفي العراق كيكتشفوا بان السبب ديالهم هو هذا السلاح هذا، هذا البومباكشن، هذا السلاح الملعون. ونزيدكم طلقات ديال هذا السلاح هذا ملي كيكون الانسان اول مره كيتيري به كيضرب واحد الصوت، قلبك كيتهز من الخوف.
عنده واحد الصوت مجهد بزاف، وكيهز من 5 د القرطاسات حتى ل8. مصيبه نيشان فهاد السلاح هذا. المهم بلا ما نطول عليكم، دخلت عليهم كندا للصاله وهي هازه السلاح في يديها، وجهاتو للاب ديالها ويشوف فيها، وما جاتش في بالو انه ممكن تضربه بالقرطاس. وقال لها تسحب ليه غير جايباه ليه يمسحوه ولا شي حاجه. قال لها عندك بنتي ردي بالك راه عامر بالقرطاس. قالت لي عارفه. وطلق عليه قرطاسه ضربته الوجه ديالو، فجرت ليه الراس ديالو، ضربته للراس. شافت فيها امها، الام ديالها تخلعات وغوتات، وهي تدور عندها كيندا وهي تضربها، ضربتها بالقرطاس الثانيه وهي طيحها على الارض. وهذا السلاح كيف ما قلت لكم الصوت ديالو كيتسمع مجهد. ادم ناعس في البيت ديالو، سمع من الام ديالو غوتات وسمع صوت ديال القرطاس، وجا كيجري دخل الصاله، غير وقف وهي تيري فيه، ضرباتو للصدر، طيحاتو، قتلاتو في البلاصه. ايوا شكون اللي بقى في هذيك الدار؟ بقاو جوج، بقى الياس ومحمد. مشات دخلت كتقلب على الياس، قالت له يلاه نعس، وهي تضربو وهو ناعس، تيرات فيه بالقرطاس قتلاتو. شكون اللي بقى ليها؟ بقى ليها خوها محمد اللي يلاه دار عيد الميلاد الصغير كاع. كتقلب عليه وهو واقيلا شاف المنظر من الاول وكيحاول باش يهرب. يلاه تم غادي هارب، بغا يوصل للباب، باقي كاع ما خرج من الباب وهي تيري فيه، ضرباتو ولكن ما قتلاتوش. المهم تا هو ضرباتو ضربه ولكن خايبه، ولكن المهم بقى حي، ومع ذلك كمل الهرب ديالو. خرج من الدار وبقى غادي هارب وكيغوت، بقى كيغوت وكله دم. شافوا واحد دايز ويهزو داه للطبيب، وغمى عليه في الطريق وداه المستعجلات. الجيران ما فهموا والو، سمعوا اطلاق النار ولكن ما عرفوش منين جا، والولد كله دم ما عرفوش شكون هو. وناضت الروينه في ديك الحومه، ولكن القصه مازال ما سالات. كندا من بعد ما هرب لها محمد بغات تاكد من الافراد ديال الاسره ديالها واش ماتوا، ورجعت للصاله كتقلب، لقات الاب ديالها ميت، والام ديالها ما عرفتش راسها فين ضرباتها بالقرطاس، ولكن ما عرفتش فين ضرباتها. كيسحب لها قتلاتها، هي كانت ضربتها غير الكتف، والمراه مع الخلعه والصدمه ديال بنتها اللي دايره هاد الحاله جا الاغماء. ملي فاقت الام بدات كتستوعب بنتها شنو دارت، ولات خايفه على ولادها، وشدات بنتها وبقات كتضارب هي وياها باليدين، كتضارب هي وياها، تحيدات ليها السلاح وشداتو ورماتو عند الباب ديال الزنقه، وبقات كتدابز معاها باليدين. الام مضروبه، ولكن البنت صحيحه ما فيها والو، غلبت على الام وكتحاول انها تهرب من كندا، كتهرب من الام ديالها باش تدخل الكوزينه، وهي كتضارب معاها وهي كتجرها حتى دخلتها للكوزينه. وصلت للكوزينه وهي تهز واحد المقده، ودارت شافت في الام ديالها وتنزل عليها بها للرقبه، والضربه الثانيه ضربتها ليها للراس، والثالثه عودتها ليها للوجه. الام طاحت صافي. خرجت كندا كتغوت في الشارع وكل هدم، وكتهضر وتا واحد ما فهمها شنو كتقول. ومشات بعدت على ديك الحاره ومشات لحارات اخرين، والجار واقف باغي يفهم ما عرفش، وقف عند الباب وتبقى تزحف الام، تزحف توصلت عند الباب. عيط لها الاسعاف وتيقول لها قولي لي شكون، واش راجلك اللي دار لكم هاد الحاله؟ هما توقعوا على انه الزوج هو اللي دار لهم هاد الحاله كامله. بغات تهضر ما قدرتش تهضر، الضربه اللي ضرباتها للوجه دارت لها جروح قطعيه للانف والفم ديالها
ولجيت جبها، مهم ما كتقدرش تهضر. جاب لها ورقه وستيلو، قال لها كتبي لي شكون اللي دار لكم هاد الحاله. وهي تكتب كندا طختني وطخت زوجي وطخت اولادي. دخل الجار للدار تيقلب، كيلقى جارو مقتول فوق الكرسي، والولد الكبير اللي عنده 14 عام اللي هو ادم طايح حتى هو تما في ديك الصاله ديال الاستقبال. وإلياس مقتول في الفراش ديالو، ومحمد اللي هرب وخرج برا. كارثه وقعت في قريه زحر، كارثه كبيره، 3 ميتين وجوج مضروبين، والبنت خرجت بحال الحمقى كتغوت. شدوها البوليس. ايام الاولى ما قدروش يستجوبوها، جات بحال الحاله هستيريه وعكت تخربق وكتدخل وتخرج في الهضره. كانت حالتها صعيبه بزاف. الام في الانعاش، والولد الصغير الحمد لله استخرجوا ليه ديك القرطاسه من الظهر ديالو وخرج مزيان. والاب والخوت بجوج ماتوا الله يرحمهم ويغفر لهم. وكندا داوها للطب النفسي وبقاو كيعطيوها المهدئات تستقرت الحاله ديالها. من بعد ما استقرت الحاله ديالها داروا معاها استجواب، وعودت ليهم الغيره اللي كانت كتحس بيها، وكيفاش كان الاب ديالها متشدد معاها بزاف، كيفاش كانت كتحس بالفرق ما بينها وما بين خوتها. وعودت لهم على الضغط النفسي اللي كانت كتعيشه مع الاب ديالها، التعامل ديالو معاها. ولكن رجال الامن اكتشفوا واحد المعلومه مهمه، وهي ان الام ديالها كانت كتحرضها على الاب. كانت مثلا كتقول لها علاش بابا ما كيخرجناش، علاش ما كيخلينيش نمشي مع صحاباتي، علاش كتقول له هو باباك داير هكاك، هو ما كيبغيكش ديري هكاك، هو ما يعني كتحاول تكره البنت في الاب ديالها. والبنت ما بقاتش كتحمل الاب ديالها. ومن غير الضغط النفسي على البنت ولات كتكرهه كره شديد. كتخيل على انها الا قتلت الاب ديالها غاد الاسره غادا تعيش كلها في سعاده. شوف كيفاش تطور معها الموضوع. ملي قتلت الاب ديالها ما كانتش ناويه تقتل الام ديالها، ولكن ملي الام ديالها هجمات عليها تما فين صافي ضرباتها. والبنت كانت في واحد الحاله من الخوف والتوتر وقاتله الاب ديالها. صافي ملي شافت الام ديالها هكاك وهي تيري فيها، دخلت في حاله خايبه وتيرات في الاخ ديالها، وصافي ولات خايفه منهم كلهم لا يشوهوها. حتى من خوها الصغير خافتو لا يبلغ عليها، ولات خايفه غير كلهم لا يبلغوا عليها. شي كيجر شي جريمه كتجر جريمه. البنت كانت قاصر وحكموا عليها ب 12 عام، وكانت مازال لحد الان كانت مازال ما دازتش في الاستئناف. واش يخفوا عليها ولا يزيدوها؟ والبنت في حاله نفسيه، كانت في حاله نفسيه خايبه. ولكن المغزى من هذه القصه واللي نبغي نوجهه لكم هو ان كل امراه ما تبقاش تشارجي الابناء ديالها على الاب ديالهم، او الاب يحرش ولاده على الام ديالهم، حيت يكون داكشي عنده اثار سلبيه وخيمه على الاطفال. وكانت الام فيما كتخاصم مع الاب ديالهم كتجي وتبقى تعاود ليها وتشحنها شحناتها عليه، وهادشي ما خصوش يكون. باش الاطفال يكونوا يعيشوا مرتاحين، اللي عندها شي مشكل مع الزوج ديالها ما تدخلش الوليدات في المشاكل اللي بيناتهم. ملي كتعاودي الولد او البنت على المشاكل راه ما كتاثرش على الاب ديالو، او الاب كيأثر على الام، راه كتاثر على الطفل في حد ذاته. مشاكل ديال الكبار ما تخليوش الصغار يدخلوا فيهم كاع. وهنا قصتنا سالات، وما تنساونيش بلي لايك والاشتراك وواحد الكومونتير زوين، وبارطاجيو القناه باش تكبر ليا، والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. وشكرا لكم بزاف.